تقدمت مواطنة سعودية ببلاغ إلى النائب العام ضد المتظاهرين المصريين أمام السفارة السعودية وما قاموا به من أفعال قالت إنها مشينة بسبب قضية الجيزاوي. قالت دكتورة منى محمد نصر مقدمة البلاغ الذي حمل رقم 1345 لسنة 2012 إنها ضمنت بلاغها قوله تعالى: قل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر، وأشارت إلى أنها طلبت بمعاقبة كل من قام بالاعتداء على السفارة السعودية وفق نصوص القانون المصري، كما استنكرت بشدة إنزال العلم السعودي من فوق السفارة. رفعت دعوة ضد المتظاهرين أمام السفارة السعودية وضد الناس اللي كتبوا على النت، وخاصة الفرق المنقبة اللي لا تمثل الإسلام بصلة، اللي شتمت كل الشعب السعودي وشتمت ولي الأمر بتاعنا الملك عبد الله من الشعب المصري اللي لا يمثل الشعب المصري إطلاقا، لأني أنا تعاملت مع الشعب المصري، شعب راقي، شعب مؤدب، شعب بيحب يقفوا قدام السفارة أو يطلعوا في النت ويقولوا على السعوديين كذا وكذا. مش هكرر الكلام كمان لأنه أنا مش عايزة أعيد الكلام الوحش اللي كتبوه أو قالوا ويشتموا يعني رمز السعودية وهو أبو متعب وعمره على الثمانينات ويقولوا عليه كذا وكذا وكذا. القضية أصلا اللي عملوها مفتعلة. يعني أنا عايزة أعرف واحد عمل غلطة وبيهرب مخدرات ورايح السعودية، الضباط يتركوه؟ يعني لو أنا مثلا عملت أي حاجة غلط وداخلة المطار المصري معايا أي حاجة غلط، الضباط المصريين هيسيبوني؟ لا، هيقبضوا عليا. فهل ده معناه إن الشعب السعودي يقوم يهجم على السفارة المصرية ويضرب المصريين ويشتم رئيس الجمهورية عشان قبضوا على واحد سعودي؟ لا، عيب عيب. وبعدين تاني حاجة، هما دلوقتي أنا لا مع على فكرة عشان بس تعرفوا، أنا لا مع الثوار ولا مع الفلول، ولا يحق لي إن أنا أقول لا مع دول ولا دول، لأنه هم خلاص آرائهم في بلدهم هم حرين، يخربوا بلدهم هم حرين، يعني كل حاجة هم حرين. لكن إن هم يخربوا العلاقات المصرية السعودية علشان هم ما عندهمش أصلا سيطرة على انفعالهم في حاجة ضايقتهم، لا. وده كمان ضد التظاهر اللي بدون هدف. يعني مش معنى إن كل حاجة نعترض عليها نلم بعض ونروح نتظاهر، وبعدين ضد التظاهر اللي يؤدي إلى التخريب. أنا كوني أتظاهر قدام السفارة السعودية وأكسرها وأروح أخد العلم اللي هو رمز المملكة العربية السعودية، إيه خلاص إحنا بقينا أعداء؟ يطلعوا يجيبوا العلم ويحطوا العلم المصري، ليه إحنا محتلين مصر؟ إحنا مش محتلين مصر علشان ياخدوا العلم السعودي يحطوا عليه العلم ده تبادل دبلوماسي. ياخدوا العلم اللي مكتوب عليه لا اله الا الله محمد رسول الله ويحطوه على الارض ويدوسوا عليه. قد ايه اذتنا نفسيا بصراحه، سواء كنا مصريين او سعوديين، اسم الجلاله ينداس عليه. تاني حاجه، انا استغربت من الولد اللي طلع اخذ العلم وحط مكانه العلم المصري. مين قال له ان احنا جايين نحتل بلده؟ الجزاوي سواء ظالم او مظلوم، بريء او مش بريء، في قضاء، كانوا المفروض يستنوا القضاء. بعدين انا اللي مستغربه له سرعه التجاوب معاه. يعني انا حاسه ان الموضوع كله مدسوس، لانه هو انقبض عليه بعد ساعتين ثلاثه كان في نت وكان في تظاهر. معنى كده ايه؟ هل كانوا عارفين مسبقا يعني ان هم هيقبضوا عليه؟ لانه مش ممكن السرعه الرهيبه لرد الفعل دي. وبعدين ايش دخل الشعب السعودي؟ ايش دخل الملك عبد الله؟ الملك عبد الله قاعد في بيته، لا قال لهم اقبضوا على الجزاوي ولا قال لهم. دول اساسا ضباط لقوا معاه حاجه غلط قبضوا عليه. زي اي واحد مصري بيدخل، انا لما بطلع من مصر بيشوفوا شنطتي، بيشوفوني اذا كان معايا حاجه، معايا ادويه، ايه. هم طالبين انه احنا نقول للمصريين يلا اوكي عيشوا في الارض فسادا؟ لا، ما فيش ولا دولة، لا السعودية ولا غير السعودية، لا دولة عربية ولا غير دولة عربية لا تسمح للمصريين ان يعيشوا في الارض فسادا. كل واحد هيجي يدخل اذا قعد وماشي على القانون واحترم قانون البلد بيقعد على الراس. اذا هيبقى ضد القانون البلد وهيعمل حاجة غلط هيتعاقب. وده شيء طبيعي تماما. يعني لم تتجاوز السعودية حدودها مع الشعب المصري عندما قبضت على الجزاوي، لم تتجاوز اطلاقا. هي عمل بما فيه. وبعدين اللي قبض على الجزاوي ضابط، ليه شتم الملك؟
ليه يتشتم الملك؟ اصلا القضايا ما بتروحش للملك على طول، القضايا بتبتدي في الضباط، بعدين تحقيقات، بعدين القضاء، بعدين نقول القضاء. يعني وبعدين حرية التعبير مقفولة للجميع بس بالأدب، لكن انه احنا نروح نكسر سفارات الناس ما حدش هيقبلها، وان احنا نشتم الناس ما حدش هيقبلها. حضرتك هما بيقولوا لان الجزاوي رفع دعوى قضائية قدام محكمة جنوب القاهرة كان بيدافع فيها عن كرامة المصريين في السعودية واهان الذات الملكية، عشان كده السعودية خدت الاجراء التعسفي ده ضده. في اراء بتقول كده. اوكي، الاراء اللي بتقول كده انا عايزة اسألها، كرامة المصري في السعودية ليه مهانة؟ في السعودية في أكثر من 2 مليون مصري، شيء طبيعي إنه من 2 مليون مصري دول يطلع 550,000 عملوا حاجات غلط، يعني نسبة وتناسب 2 مليون قصاد 500 نسبة مرة ضئيلة. وعادي انه لو كانوا هم مثلا 10,000 واحد وقبضت السلطات السعودية على 9,000 نقول اوكي، لكن من 2 مليون او اكثر لما يبقى في 500 غلطانين وقبضوا عليهم ده شيء عادي. ليه المصري دايما عنده الاحساس بانه كرامته مهانة وانه هو يا حرام ملاك؟ لا، احنا طول عمرنا معاهم ومعانا وهنا وهنا. يعني طب ما في سعوديين كتير بيجوا هنا يحصل لهم حاجات، ده معناه انه السعودي كرامته؟ بلاش بليز الحقد من بعض الناس اللي عايزه تفرق بين. تتوقعي استجابه من القضاء المصري للقضيه بتاعتك او ان تتخذ اجراءات تجاه هؤلاء الناس؟ كويس انك سالتيني السؤال ده، لانه انا كمان استغربت قوي من انه ما حصلش حمايه كافيه للسفاره السعوديه من قبل الجهات. انا يعني بحب مصر بصراحه، قلبي مع المسؤولين سواء المشير سواء كل الناس اللي نفسهم مصر تطلع تاني، وعارفه انه اللود عليهم كبير، بس حمايه السفارات دي مهمه من مهمات السلطات المصريه. يعني انا لما سالت ناس انه ليه ما مسكتوش الناس اللي واقفين على السفاره، وخاصه ان هم ما كانوش بيتظاهروا سلمي، لان هم كتبوا على الحيطان كلام وحش وكسروا الدنيا وطلعوا على السور، يبقى من حق السلطات المصريه هنا انها تقبض عليهم. ده مش ضد الثوار، لانه مش معقول علشان تثوروا تكسروا كل حاجه. ليه ما قبضوش عليهم؟ كان المفروض يقبضوا عليهم، لانه يعني انا مش معقول اكون رايحه السفاره مش عارفه انه في ناس تظاهر واتعرض للاذيه. مش معقوله الناس اللي عاملين بالسفاره السعوديه يكونوا قاعدين، اولا دول موظفين يؤدوا مهام عمل قانون مصري بيقول انه يعاقب كل من يتعدى على موظف اثناء تأدية عمله. طيب السفير، القنصل، العاملين بالسفاره دول مش موظفين بيأدوا وظائفهم؟ يعني ازاي يكونوا امنين؟ بلاش بقيه السفارات كلها ازاي تشعر بالامان بعد الموضوع ده؟ لانه دلوقتي كل واحد لو بلده حصل فيها حاجه، معنى كده هل شويه يتجمعوا ويروحوا يكسروا السفاره؟ يعني مش معقول. وبعدين لازم يبقى في حدود للكلام، لازم يكون في ادب في الكلام. يعني انا دلوقتي كمان بستغرب، انا لا مع حسني مبارك ولا ضد حسني مبارك، لكن مع الادب. يعني هل مع يعني دلوقتي هم طلبوا، هم ثاروا والرئيس عمل لهم 60,000 حاجه، شال النائب، شال الرئيس، بعدين تنحى وطلبوا ان هو تنحى، طلبوا ان هو بيتحاكم خلاص. دلوقتي الرئيس لا يمثلهم، دلوقتي هو مش رئيس الدولة، فلا يحق لأي واحد فيهم يشتمه. عيب لما يقعدوا يقولوا على رئيس الجمهورية حمار وما بيفهمش وانزل يا كلب وارحب ليه ما بيفهمش. اوكي رحل، هو لا يمثل مصر دلوقتي، هو دلوقتي مواطن مصري ليه جميع الحقوق، ليه احترامه، ليه ان هم يستنوا القضاء يقول. مش معقولة يعني تنحى مش عاجبهم، طلبوا محاكمته حاكمتوه مش عاجبكم، تستنوا الحكم مش عاجبكم. طب ايه اللي عاجبكم؟ مين هيحترم رأيكم بعد كده؟ نبل ولا احد يحترم رأيكم. انتصروا. وبعدين مش معقولة يعني زي ما هم ما بيحبوش حد يشتمه، زي ما هم ما بيحبوش الجزاوي تقبض عليه، برضو كمان احنا ما بنحبش حد يشتم ملكنا ولا يشتم ولي الامر مننا ولا يشتم مسؤولينا، ولا كمان المفروض يشتموا راجل تنحى عنه. هم كانوا